ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وانا مش بخير. هي فرقت مع حد قبل كده؟ بطل قصتنا النهارده فار. حد يقول لي فار، اقول له لولا الفار ما كانش العلماء اللي زيي اكتشفوا علاج لامراض كتير. تجارب الفئران يا صاحبي هي اللي اكتشفت علاج لامراض مستحيل كنت ممكن يعني كان زمانك النهارده ميت بالانفلونزا مثلا. المهم ان احنا مش جايين نتكلم عن فضل الفار عليك، لا لا خالص. تخيل كده يا صاحبي تبقى قاعد ممدد كده على الانتريه او الركنه بتاعتك وقاعد بتتفرج على الماتش، ومراتك واقفه في المطبخ تعبانه وعرقانه وقاعده عماله تسب فيك وتنعل وتقول فاكرني الخدامه اللي جايبها له امه، ولسه قبل ما تقول امه على طول تصرخ. انت قاعد بره تقول الحمد لله يا رب، ربنا استجاب لدعائي، الحمد لله الوليه ولعت. تلاقيها خارجه جاريه عليك مش مولعه، تلاقيها خارجه جاريه عليك وتقول فار فار فار، فانت تسمع كلمه من هنا تقوم تتنطط انت كمان وتقف فوق القنطريه وتحاول بعصايه المقشه تموت الفار ما تعرفش. تقول بس انا هخرج اجيب له سم فران. تخرج وتروح لغايه اقرب راجل بيبيع سم فران، تقول له ايه؟ هما هما ما ما عايز سم فران. يقول لك ما اخرج من هنا عشان ما احبسكش. تقول له يا عم الحاج ما انا عايز سم فران، بسيطه هي عايز سم فران. يقول لك اخرج من هنا ما تحبسناش، ما عندناش الكلام ده. تقول له يا عم الحاج ليه؟ ما مش فاهم حاجه. يقول لك ما اقعد افهمك يا ابني عشان شكلك حكايتك على الله. فتقعد فتبدا القصه. حد يقول لي هو ما دي يعني ايه؟ اقول لك ان احنا في الهند يا حبيبي. الهند فيها عبادات كتير جدا، من ضمنها عباده اسمها عباده الفار. والفار الاسود، ركز بس في الكلام. الراجل الهندي اللي انت رحت تساله عن سم الفئران بدا يقعد يحكي لك بقى عن مهرجان اسمه غنغ سان. ما اعرفش انا قلت اسمه صح ولا غلط، مش مهم، روح دور عليه بعد اذنك. المهرجان دوت عمل ايه؟ راح تقريبا شاف فئران فحس ان الناس بتضطهد الفئران قوي. قام راح المهرجان ده قال ايه؟ قال لا، لازم نحط حد للموضوع ده. فئران غلبانه، احنا لازم نعمل معبد. عام 1900 راح عمل معبد سماه ايه؟ قرني ماطا. ولو قلت الاسماء غلط كبر دماغك كانك مش سامع يعني. اي زي الجمله اللي بيبقى فيها اسم انجليزي طويل كده وانت بتعديه وبتكمل القراءه بالعربي، فما تقعد لي على الواحد. المعبد ده موجود في الهند دلوقتي في ولايه اسمها راجستان الهندي. المعبد ده اتعمل عشان يبقى قبله لواحده من اغرب الديانات الموجوده في الهند، اللي هي ايه؟ عباده الفئران. جميل، عظيم. المعبد ده موجود فيه 20,000 فار، كلهم لونهم اسود. سكان الولايه بيقدسوهم ويديلهم الطعام اللي هو عباره عن جبنه ولبن طازه. عارف لو رحت يد من غير لبن طازه ولا جبنه طازه الفار هيقرم امك. المهم، ومن ضمن اعتقاداتهم الغريبه انك لو كلت اي اكل من اللي بيتقدم للفئران زي اللبن والجبنه كلته انت كمان، هيحصل لك ايه؟ عمرك ما هيصيبك الامراض طول حياتك. وبرضه لو عندهم فار مات، ده بالنسبه لهم وفاه الرب. يا انت متخيل؟ عندهم الاله بيموت عادي، سبحان الله. المهم، ومن ضمن الحاجات المهمه في عبادتهم ان هم لازم وهم رايحين المعبد عشان يعبدوا الفئران لازم يكون معاهم اكل للفئران ويكون طازه. وبما ان بقى ان المعبد كله فيه 20,000 فار ولونهم اسود، فانت بالحظ لو انت هناك وبتعبد الفئران وظهر لك فار ابيض، فده يا هناك يا سعدك بقى، هيتحقق لك كل امانيك، كل امانيك. سمعك يا حيوان يا اللي ناوي تبيع كل حاجه وحتى دينك وتروح تعبد الفئران. عارفه انت لو عايز تحقق امنياتك ممكن تطلع على سوق الجمعه تجيب فار ابيض وتطلع على الهند، تحط الفار جوه بتاعته تقول انا لقيت فار ابيض وتعبده. عيش بقى. بس انا مالي. اما لو واحد فيهم اتجنن وقرر يقتل فار فهي ويله يا سواد ليه. الحكومه هتيجي تروق عليه وهيتظبط واحتمال يتسجن بقى فتره طويله، يعني ممكن ياخد له مؤبد كده. تخيل بقى تبقى قاعد في السجن كده وجدع قوي كده ويجي بقى ايه؟ كبير الزنزانه. ايوه زي ما بيحصل عندنا في الافلام كده، يقول لك انت جاي في ايه يالا؟ يقول له بعد عني عشان قتل قتله. يقول لك انت جاي في ايه يالا؟ يقول لك انا جاي في قتل. يا نهار اسود، قوم يا قتل المعلم، ويضرب الواد اللي جنبه ويقعدك. وبعد ما تقعد يقول لك قتلت ايه بقى؟ قتلت مراتك ولا حماتك ولا خالتك ولا امك ولا قتلت مين يا ابني؟ لا مفيش. هتبص على فار ولو عدي كده كان فار ولد كده، هيبص لك كده بعيافه وهياكلك كف، هيعدلك. فاحسن لك ما تحاولش تقتل فراق. اما لو انت هنا في مصر فاحنا بنجري وراهم بالعصيان وبنقتلهم بالسم، ويعني مش عارف بقى لو ولايه جاستا ماتا ديت لو عرفت هيعملوا فينا ايه. المهم، انا عايزك بقى تجتهد كده وتشتغل وتتعب لغايه ما تتسجن عشان فور مثلا ولا حاجه. يلا سلام عليكم.